السلام عليكم، يا اهلا وسهلا. كيف ما كتشوفوا انا جبت لكم الجزء الثاني من الجولة في توب 10 شارع ثاري جدة قرب دوار الهندسة. وكيف ما قلت لكم يا بنات، الجولة اللي غادي نخصوها اليوم في التوب 10 هي في قسم الأحذية، وكل حذاء على 24 ريال في أشكال ألوان للبنات والأولاد، وكذلك للكبار والصغار على 24 ريال. خليكم معايا وبتمنى أن تعجبكم الجولة، وما تنساوش أنكم تعملوا لي لايك وتعليق والاشتراك فضلا وليس أمرا. مازال إن شاء الله كذلك غادي ننزل لكم الملابس للكبار والصغار كذلك بمناسبة العيد إن شاء الله. وكيف ما قلت لكم توب 10 شارع صاري جدة جنب دوار الهندسة. كيف ما كتشوفوا في أشكال كثيرة من الأحذية، وفي ألوان كذلك، وفي كذلك المقاسات. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، الألوان والأشكال كذلك، والله شيء جميل صراحة، بالخصوص للبنات ما شاء الله. شوفوا معايا هذا، يا سلام يا سلام. مازال أشكال ثانية. شوفوا هذه، شوفوا ما شاء الله، واللون الأبيض يا سلام. هو صراحة كل الألوان جميلة. شوفوا هذا الشكل كذلك، واللون والألوان يا سلام. وحتى في اللبس مريحين جدا، ما شاء الله، وفي جميع المقاسات. بالنسبة للبنات الصغار يا سلام يا سلام على الألوان. أنا من عشاق ملابس البنات وأحذية البنات. وكيف ما قلت لكم السعر أي قطعة على 24 ريال. ما تنساوش إذا عجبكم الفيديو عملوا لي لايك فضلا وليس أمرا.
شوفوا معايا هاد الأحذية هذه كيف ما قلت لكم أي قطعة على 24 ريال. شوفوا هذه تشكيلة للبنات في ألوان كتيرة ما شاء الله، وحتى كذلك راهم مريحين في اللبس صراحة رائعا جدا. وحتى أنا صراحة عندي من هاد النوعية هذه اللون الأسود صراحة مريحة جدا جدا، والسعر ديالها كيف ما قلت لكم 24 ريال. أنا عندي اللون الأسود. وانتظروا الفيديو القادم ان شاء الله، غادي يكون خاص بالملابس من توب 10، من بيجامات للأطفال وللكبار، تيشورتات، بنطلونات للبنات وللأولاد، وكذلك فساتين للبنات، أشياء كثيرة كثيرة جدا. إن شاء الله خليكم معايا وانتظروا الفيديو. كيف ما كتشوفوا هاد الأحذية خاصة بالأولاد. وكذلك أي قطعة على 24 ريال. شوفوا هادو ما شاء الله صراحة ديال البرد والمطر ما شاء الله زويونين. وأنا عجبتني هذه، بغيت ناخدها لولدي. عجبتني 25 الرقم ديالها. والآن كيف ما كتشوفوا هذه الأحذية للكبار.
شوفوا كذلك في أشكال كثيرة، وفي ألوان، وفي كذلك مقاسات. ألف شكر لكم من القلب على المتابعة، على التشجيعات. ألف شكر لكم، وانتظروني في الفيديو القادم إن شاء الله. نقول لكم مع السلامة.